السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم بإذن الله سأشارك معكم طريقة للحصول على أرقام أشخاص قريبين منك على الواتساب، وأيضا طريقة أخرى لمعرفة من يزور حسابك على الواتساب. الطريقة سهلة جدا إخواني. قبل أن نبدأ في هذا الشرح ندعوكم للاشتراك في قناتنا لكي تتوصلوا بأي فيديو قمنا بنشره على القناة، ولا تنسوا اللايك لهذا الفيديو إخواني الكرام. كل ما سنحتاجه في هذه الطريقة هو هذا التطبيق. ستجدون رابط تحميل هذا التطبيق في أسفل الفيديو في الوصف، وأيضا في أول تعليق. عندما تقوم بتحميل التطبيق تقوم بالدخول إليه، ثم ستجده على هذه الواجهة. أول شيء تضغط على هذا الخيار، ثم هنا تقوم باختيار الدولة، ثم تقوم بكتابة رقم هاتفك. الآن سأقوم بكتابة رقم هاتفي، ثم تضغط على هذا الخيار، ثم تنتظر قليلا. ومن هذا الخيار الذي يظهر في الوسط يمكنك معرفة من يقوم بزيارة حسابك على الواتساب. وللحصول على أرقام أشخاص قريبين منك تضغط فقط، تقوم بالضغط على هذا الخيار. أول شيء تقوم بتفعيل الجي بي اس أو المواقع أو الموقع، ثم تضغط على هذا الخيار الذي يظهر في الأسفل. كما شاهدتم إخواني الكرام ستجد هنا جميع الأشخاص القريبين منك، وستجد أيضا أسماءهم كما شاهدتم إخواني الكرام. وإذا عرفت أي شخص يمكنك مراسلته من هنا، يمكنك كتابة أي شيء ومراسلته. ستجدون رابط تحميل هذا التطبيق في أسفل الفيديو في الوصف، وأيضا في أول التعليق. ولا تنسوا إخواني التفاعل مع هذا الفيديو، لأننا نتعب كثيرا على إنشاء فيديوهات، وفي الأخير يصل الفيديو إلى 200 مشاهدة ويتوقف. شجعونا فقط بلايك وتعليق محفز لكي يصل هذا الفيديو إلى أشخاص آخرين. وبهذا إخواني الكرام قد يكون انتهى شرحنا لهذا اليوم. لا تنسوا دعمنا بالنقر على زر لايك واشتراك في القناة، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس. إلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.